العكمي حجز له حجز سوري، ولكن تو السؤال نسأل السيارة محجوزة ولا مش محجوزة ساعة؟ طب مش ندخل أنا في التفاصيل نتاع شنو اللي نحكي عن الحجز السوري والحجز الفعلي. هالسيارة راهي محجوزة وفيها وصل نتاع حجز وقامت بيها الفرقة وموجود في وسط الملف اللي كانوا فما الحجز والاختبارات اطلع عليها بشير العكرمي وأضافها، وموجود هذا في الملف اللي هو اللي توا منشور امام الدائره الخامسه اللي ما يحاكموا فيهم الناس معناتها فيما يخص الملف هذا. راهو يحاكموا فيهم بالملف القرار الخدمه البحث اللي خدموا بشير العكرمي. صحيح الدائره تتعهد بمقتضى قرار دائره الاتهام، اما الخدمه بتاع بشير العكرمي 90% المتهمين اللي تو يحاكموا فيهم في القضيه اللي هي موجوده امام الدائره الخارجه راهو خدمه بشير العكرمي مش خدمه حد اخر. ثلاثة، السيارة هذه محجوزة فما موجودة راهو في التقرير التفقد وقال راني أنا محجوزة ها ونوصل نتاع الحجز البلدي ها وكذا ها ونثبت ليه شيء. الأخراني حسوه راك أنت ما حجزتوش ولا صارت فيه هو تفصيلات أخرى نتاع سرقته من المحجوز يعني من المحكمة الابتدائية. ولكن بالنسبة لمسألة هذا الحاسوب الآلي اللي موجود وجدوه هم يسميوه حاسوب نتاعهم الدروس، لكن هو توجد في دار اخرى في بالجابس ولا على ما اظن ولا مدنيين في دار التفصيل هذيا معناه. وقع عرضوا على الاختبارات الفنيه والاختبارات الفنيه مضافه في الملف التحقيق وموجود. بالتالي هذا تقريبا ما ينسب لبشير العكرمي. واكيد نحن عملنا كما قلت الندوه الصحفيه وما اثناش بعد عام من الايقاف نتاعو، ولكن ملاحقه بشير العكرمي اعلاميا مش نقصد فيكم انتم راهو ما روج للاعلام طيله هال 11 سنه فيما يتعلق ببشير العكرمي هو اللي خلانا باش نبينوا لكم ونفسروا لكم ما حقيقة الأعمال القضائية التي قام بها بشير العكرمي في ملف اغتيال شهيد شكري بالعين. هالقضية هذه كما قلت لكم دخل عليها قضية عميد قضاة التحقيق واعتبر أنه القضية من أنظار محكمة استثنائية، وأنا حسب علمي ما عادش فما محاكم استثنائية في تونس، وإحالتها على قاضي التحقيق بالقدر، وما زالت القضية ذي تراوح مكانا انتظارا لتحديد موعد سماع. القضية الثلاثة قضايا اللي قعدوا وكيف باش نحاول نختم باش ما نحتاجش يزال كلمة. الثلاثة قضايا الأخرين اللي قعدوا هما مازالوا زوز منهم أمام مكتب عميد قضاة التحقيق إلى حد الآن. هذا كما يتخذش قرار كذلك في التخلي عن هذا الملف لصبغته الإرهابية. والملفات الزوز هذوما عن مكتب عميد قضاة التحقيق تفصيل وقع التشكي فيهم ببشير العكرمي، وديما في نفس الأعمال القضائية وفي نفس المواضيع اللي قدم فيها بشير العكرمي جميع التفصيلات وحفظت، ولكن تم القيام على المسؤولية الخاصة من قبل الشاكين اللي هو حزب الوطن تقريبا. وهالقضايا هذه ما زالت كما قلنا تراوح مكانها إلى غاية هذا التاريخ. قدمنا ملف واحد زاد كيف ليس أمام عميد قضاة التحقيق، مع العلم سامحني ذكرت تفصيل بسيط أنه واحد من الملفات اللي موجود قدام عميد قضاة التحقيق هو نفسه هذا يتصب في 2021 هو نفسه قدام التحقيق الثامن اللي حكيت لكم فيما يخص ملف شكري بن عثمان، هو بيده خرج مغادي حتى مغاديك الله اعلم. والملف الاخراني بالتبعه زاد كيف انه هالملف هذا مازال يروح مكانه
وبلغني انه ممكن ما نعرفش هذه صدفه صارت ولا ما صارتش ما نعرفش، اني بلغني اني اتصلوا باحد الزملاء قالوا لهم اليوم نهار الاثنين باش نسمعوا بشير العلمي في الملف هذا. ما نعرفش اسكو عنده علاقه بالندوه الصحفيه هذه او ما عندوش علاقه، الله اعلم، انا ما ندخلش في النوادي. باهي تقريبا حاولت نوجز ونتعرض لبرشا اشياء. فما مواضيع اخرى اعتقد انه فيما يتعلق هذاك بك الجهاز السري والغرفه السوداء هو لا يسعنا الان، ما نجموش نحكيو عليه لانه ممكن نحضروا نهار اخر نقطه اخرى بخصوص الملفات هذه، لانه احنا مركزين على الملف نتاع شكري بالعيد اللي كما تعرفوا انطلقت فيه المحاكمه. ونزيد نأكد ونعاود ونقول راهو المتهمين المحالين في تلك الدائرة من عمل وجهد الجهيد للقاضي البشير العكرمي الذي حقق في جريمة اغتيال وقتل بغض عن صفة المجني عليه، ولم ينصع أو أنه محب حتى حد يضغط عليه. واللي يعرفوا بشير العكرمي، حتى فما بعض الإعلاميين يعرفوا بشير العكرمي، يعرفوا الشخص هذا ما هوش الشخص اللي تنجم تتحكم فيه أو تعطيه أوامر تقول له أعمل هكا، يقول لك سمعا وطاعة. جميل. هو أحد محامين حتى في نقاشاتنا كي قبل نتقابلوا في القانون، سامحوني معناتها باش نقول لكم ديما تكون هكا فيه ياسر عرق. هو يتمسك موقف واحنا نتمسكوا مواقفنا، لانه هو الشخص هناك من يريد ان يصفي حساباته السياسيه مع قاضي يرمز لاستقلال القرار القضائي للسلطة أمام السلطة السياسية وأمام سعيها في التأثير على القضاء بأي وسيلة كانت. أتمنى كوني ما طولتش عليكم ونحيل كلمة توا زميلي الأستاذ فوزي المعلاوي اللي باش يعطينا زاد تفصيل شوية هكا مهم على السردية اللي بشير العكرمي سماوها وكيل جمهورية من قبل الوقت الهيئة الوقتية. في بدء الأمر كنا نعتقد أن المسألة سياسية، ثم تبين أنه لا علاقة للبشير العكرمي بالسياسة. أنا أعتقد أن بشير العكرمي اليوم في السجن لأنه فاز بمعركة لم يفز بها في السابق القضاة، هو أنه فاز بمعركة أنه يفرض قرار القاضي على أي جهة أخرى. بشير العكرمي عنده برشا ديفوات، ماهوش ملايك، ولكن عنده كاليتي، عنده خصلة، إنسان قاضي للنخاع ويؤمن برسالة القضاء. ولذا أعتقد أن اليوم أن بشير العكرمي في السجن لا لشيء إلا لأنه أعتقد انتصر للقضاء. ولكن اللي يخيب الأمان أنه بشير العكرمي اليوم في السجن بقرار أو مجموعة من قرارات قضائية صادرة عن زملائه. في اللغة الفرنسية نقولوا لا جوستيس appartient à ceux qui la rendent et la signent. نهار آخر في بطاقة الإذاعة اللي تحدث عليها زميلي حمادي، اللي باش يقعد هو اسم القاضي اللي جرح في روحه وصدر بطاقة إذاعة. اللي باش يقعد هو القاضي اللي اليوم عيط له، هو عندنا ندوة صحفية. اللي باش يقعد هو انه نهار 24 جويليا في ملف فيه 15 بواد دارشيف نعيط للمحامين ساعة قبل نقول لهم يجيوني توا
راني باش نسمع البشير لفلف اللي باش يقعد هو قرارات القضاء، لأنه كما قال الأستاذ معلاوي من الطبيعي أن السلطة السياسية تسعى إلى وضعيتها القضاء. طبيعي. إذا كان أنا نعتبر روحي أني عندي برنامج معين ويلزمني ننفذه بالطريقة هذه، من الطبيعي من حيث العلوم السياسية أني أسعى. ولكن هل وجدت السلطة التنفيذية مقاومة من طرف القضاء؟ لا أظن ذلك. بغض النظر على ما يقال ويشاع من جو عام والى غير ذلك. لذا انا بالنسبه لي انا المسؤولين الاول هم القضاة دون سواه. السؤال الاخراني القضايا، قلت لك فما كان قضيه شهيد شكري بالعيد او ما نسب اليه بالتقصير والتستر على الارهاب، او فما قضايا اخرى مفتوحه. اسمع نقول لك انا توا باش نلخصها توا، حمادي يعطيكم برشا تفاصيل وفوزي كذلك، انا باش نسهلها لكم باكثر بيداغوجيه. قعدنا مده كل يوم نجبدوا ورقه من الملف تاع المرحوم شكري بالعيد ونعملوا منها نازله ونعملوا منها قضيه ونعيطوا لبشير العكرمي. شبيك انت كي طلعت على قرار ختم البحث طلعت عليه بتاريخ لاحق لتاريخ صدوره، دونك انت احنا جولي نقولوا للقضاة المتعهدين بالملف بس ده رئيس راهو باش يجي ها وباش يقولوا لك شبيك سمعت فلان الفلاني كشتات، وشبيك سمعت فلان الفلاني كمتهم، وشبيك ما رتبتش النتيجه القانونيه على كذا، باش يقول لك لا اجتهاد القضائي ودائره الاتهام كان هذا غلط توا تصلحنا. لا يا سيدي، اليوم الاجتهاد القضائي ولا موجب للتتبع. يا سيدي لو فرضنا جدلا، اقول لو فرضنا جدلا عمرو البلعزي وهرب اللي باسي اونتر لي ماي دو فيلي هرب. حاولنا جاهدين انه باش نقدموا للراي العام بصفه عامه ما يدار او ما يقال على بشير العكرمي في الملفات اللي هي هذه تبدا من اللي هي من 2013 بخصوص الاعمال القضائيه اللي يعتبرها جانب انها اخلالات ممكن ترتقي لمرتبه الجرائم. بينا لكم احنا في الندوه الثقافيه ها وشنو اللي صار الحقيقه كيفما كانت منذ بدايه هذا الملف والاعمال اللي قام بها البشير العكرمي في هذا الملف واللي احترم فيها جميع الاجراءات واللي خضعت العديد من المرات للتفقد ولم ينسب له في تلك الفتره اي اخلال اجرائي في هذا الملف، بالاضافه الى مسائل اخرى اللي هي تتعلق بوضعيته فيما يخص القضايا المنشوره امام القضاء اليوم او امام مكاتب التحقيق فيما يتعلق بالاعمال القضائيه اللي قام بها في ملف شكري بالعيد. هذا هو التقرير. يعني قلت استنتجت وعملت استنتاج في النهايه انه هذه الاتهامات لا احنا مش ربطوها بالمساله. اي تفضل. جزء احنا قلنا كونه حد من الزملاء اللي معنا قال احنا نعرف انه هناك رغبه من السياسه والسلطه السياسيه ان تتدخل في القضاء. هذا هو ايش حكينا، ما حكيناش خاطر احنا راهو الندوه اليوم موجوده باش نحكيو على وقائع اللي هي تتحكيت عليها من 2013 داكوردو. هذا هو اللي شنو حبينا الراي العام احنا نحكيو عليه. استاذ التصريح كان واضح انه ملف بشير العكرمي قضيه بشير العكرمي كان يعني هو لتصفيه خصم سياسي. شنو الملف؟ سمحت يعني لتصفيه قضيه سياسيه مع خصم سياسي. هذه انت قلت سمحت انا قلت ايش قلت؟ نسيت جست انا قلت انه بالنسبه لملف بشير العكرمي يعني حقق في الملف اللي حقق فيه بشير العكرمي من خلال جريمه وجود او عدم جريمه، انه اذا كان فما طرف اخر سياسي يحب يصفي حساباته في هالملف اللي هو هذا فانه بشير العكرمي لا علاقه له بهذا الملف او بهذه المسائل. هذا هو شو اللي قلنا وهذا اللي قلناه صحيح، كونه بشير العكرمي انه خدم بالملف طالما انه او يخدم في الملف اللي توفرت لديه من معطيات ومن معلومات وتوصل وحب يوصل للحقيقه
لشكون اغتال شكري بالعيد والقائمة أنه إذا ثم طرف سياسي أنه طيلة السنوات هذه يتابع في بشير العكمي بالشكايات أنه يحب يصفي حسابات سياسية مع أطراف أخرى، فإنه ذلك بشير العكمي لن يكون الأداة لذلك.